ويسعد مساكم حبايبي، وهلا وكل الهلا فيكم. معكم أم الأمير ورجعت لكم بفيديو جديد. بداية حبايبي، إذا كنتوا أول مرة عم تشوفوني المانو مشترك يشترك وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد، واللايك يا حبايب فضلا وليس أمرا. بعرف حالي تأخرت عليكم، بس صدقا يا جماعة تفاجأت لما فت على اليوتيوب ولقيت إني صار لي 5 أيام ومنزلة فيديو. بس اعذروني، هلا بحكي لكم سبب عدم التنزيل. أبا 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 كما أبا أبا روح تأتي لي أنت يا أبوي تودي ومثل ما قرأته بالعنوان تفاجأت عن جد بجية جوزي الساعة 2 الصبح. طلع من حمص الساعة 4 الصبح، كان واصل يعني خلص شغله الساعة 2. بقول لي أنا طالع على أدلب هلق. انصدمت عن جد، يعني خفت عليه من الطريق والدنيا ليل عتم. قال لي هلق أحسن برودات والطريق بيكون يسير، يعني لا زحمة ولا عجقة ولا شوب. فقال لي أحسن ما أنام ورجع تاني نهار فيق والدنيا شوب وتعبان، لا خلص. فخلص شغل الساعة 2 ونص، بعتلي أنا طالع. فقال لي مشان نرجع على البيت، نرجع هيك على برود أحسن ما نطلع بالشوب. شفت عم بيكون الجو كتير شوب. وهون كريم سبحان الله بتقوله قلبه حسه، يعني بالعادة بينام للصبح إلا يوم اللي إجا أبوه الساعة 4 تمام كريم فاق. فطلعنا نطرناه برا لبين ما إجا. لما قلت له أهلي جاي محمد هلأ انصدموا شو طلعوا بالليل. فقلت له هلا اختار لأنه الطريق بيكون بارد وما في عجقة كتير. وهون هيك الصبح فقنا وشربنا قهوة، وطلبتوا مني إني شارككم شو عم بصير ببيت أهلي، شو عم يعملوا شو عم بيعمروا. فهون يا جماعة هاي البيت لأخي، يعني عم بيعمر جنب بيت أهلي، صاروا جيران يعني. البيت مكون من 3 غرف وصالون وحمام انتو أكبر قدر ومطبخ. وهيك مثل ما عم صور لكم هيك بيكون توزيع الغرف. يعني غرفة الضيوف لحال، هدول التنتين جنب بعضهم غرفة نوم، وفي المطبخ هون على جنب صورت لكم اياه، وهاي الفساحة هاي كلها صالون، يعني موصول بكل الغرف. ومن جهة التكلفة يا جماعة هذا الشي بخص أخي، بجوز هو ما بده يفصح عن الموضوع، بس أنا فيني أقول لكم إنه حط كتير، لأن طلع من الأساسات من الأرض بلش، يعني عرفتوا يعني حط بالأرضية كتير لحتى يقوي العمارة. كلفته منيح، بس إذا بدكم تعملوا أنتوا طابق تاني بيكون التكلفة أقل. وفوقه طلع أخي طابق تاني، أخي الوسطاني، يعني بلش بالعواميد بس لسه السقف ما عمل سقف، يعني عم يشتغل شوي شوي. كل ما صار معه كم ليرة بيزبط فيهن. هيك إن شاء الله لما بيرجعوا بيلاقوا بيوتهم جاهزة. أخي اللي بالطابق الأول هو أخي الكبير، هلا وين صار بشغله؟ ليس من فترة، هلا بلش بالصحية وتمديد المي والكهرباء، ولسه باقيله التلبيس والبلاط، ولسه في كتير شغل يعني، بس كمان عم يشتغلوا على أقل من مهلن يعني. كل ما صار معهم كم ليرة بيحطوها بالبيت لحتى مثل ما عم خبركن لما يرجعوا يلاقوا بيوتهم جاهزة. فهيك حبيت صور لكم. يعني بآخر يوم تذكرت أنا كنت نسيانة ورايحة عن بالي الموضوع، فكنت هيك قاعدة على البرندة عم بطلع، قلت والله طلبتوا مني إني صور لكم، فقمت فورا وصورت لكم. صورت لكم هيك شوية أجواء بالضيعة. يعني عن جد أحلى حارة بالضيعة هي حارة أهلي، يعني منمقة مرتبة. أغلب الناس رجعت عليها، فكله عم يظبط بيوته. فباقي نحن عنا حارتين، الحارة القبلية بنسميها والحارة الشمالية، فنحن بالحارة الشمالية. أما الحارة القبلية فلسه كتير ناس ما رجعوا، لسه كتير بيوت مفتوحة مهجرة. فإن شاء الله بترجع كل أهل هالضيعة وبيظبطوا بيوتهم وبيعملوهن على 24. وعلى أساس كنا ناويين نطلع الصبح، يعني وصل الساعة 4، كنا ناويين نطلع الساعة 6 بس
لظرفي لسببين. السبب الأول إنه بعيد عنكم كان خالي كتير تعبان، فزوجي كتير بعزه وبحبه، فقال لي بدنا نروح نشق عليه من بعدها نطلع على البيت. والسبب التاني إني أنا حدا ملول وكتير بحب التغيير، فعلى كتر شروق مرت الدكتور فود ما غيرت بشعره وظبطت ألوان عن جد يعني خلتني غار منها. فبنت عمي بتشتغل كوافيرة، وعن جد دارسة الشغل دراسة يعني ل5 سنين، ضلت أتعلم بلبنان. شغلة قد ما قلت لكم روعة روعة، يعني أنا بتعرفوني إذا بتكون أختي وشغلها مو منيح ما بنصحكم فيها، بس عن جد شغلة توب، كتير 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 مرتب، وأسعارها على موجب شغلها يعني على موجب الناس الباقين اللي عم يطلبوا نفس الأسعار كتير حلو ومناسب. فاللي قريب من الضيعة وبحب يشتغل شغل أكابرلي هيك وعلى الموضة يكتب لي بالتعليقات ويتواصل معي لأبعت له رقمه. يعني حاليا هي عم تشتغل من البيت، بس إن شاء الله قريبا راح تبلش تشتغل تظبط صالون وتفتحه لتأجير الفساتين للميش تجهيز العرايس من كل شي. وهيك تغدينا وشربنا كاسة عصير على البرودات، وحبيت هون فرجيكم ملوخيات أهلي اللي يبسوهن. يا جماعة فت على الغرفة ريحة الغرفة ملوخية عن جد، طلعت هيك ولا أكياس الملوخية مسطرة وراي، فقلت لازم صور لكم مونت البيت السوري. وهيك احنا بعدين رحنا تيسرنا على بيت جدي، بس انا فكرت حالي عم صورت لكم الاجواء. مرقنا من معرة النعمان، بس للاسف طلعت نسيانة اكبس كبسة التصوير، فيلا ما بيأثر. الساعة 7 كنا طالعين من بيت جدي، اتجهنا باتجاه حمص، فكنا حابين كمان نطلع على البرودات، بس للأسف يعني حسيت انه ضربتني الشمس، لان بعد ما رجعت هيك دقتني بردية، حكمتني بردية، شي بردية شي شوب، شي بردية شي شوب، وفتران حيل يعني عن جد بطلت أقدر قوم. فالحمد لله على كل حال، المهم انبسطنا بهالزيارة وتسلينا عن جد، والله عليم ايمت بقى بنرجع وبنشوف بعض. وهذا السبب يلي خلاني اتأخر عليكم تنزيل الفيديو، مع اني كنت منتجته كل شي بس باقي حط صوتي عليه. عن جد كنت كتير تعبانة يا جماعة اليوم، الحمد لله صحصحت أكتر. وعن جد مثل ما خبرني زوجي انه مشوار الليل احسن من مشوار النهار بألف مرة، يعني كان الجو رايق وحلو، بس كان في سبب واحد عن جد عكرنا طول الطريق، يعني يا ريت يلتقى له حل. انه لما بتعتم الدنيا وماشيين على طريق بتلاقوا السيارات المواتير كل شي مشغلين الضوء العالي، فكنا عم نواجه صعوبة عن جد. يعني آخر شي زوجي صار يغبشوا عيونه وبطل يشوف، فكنا ما في داعي يعني للضوء العالي هذا، كتير خطر يعني. فإن شاء الله هيك بيلتقى له حل والناس تلتزم بالقوانين، لأن حسب ما خبرني زوجي إنه هذا ممنوع يتشغل إلا بالطرقات المقطوعة، مو بالاستيراد يعني مليان سيارات. فعن جد لما عم يجي الضوء بعيننا عم بيغبشوا، عم يضل يعني يجي ضوء أصفر يصير يعطي عيوننا لون أصفر. فوقف قلبي لما قال لي زوجي أنا بطلت شوف، أنا عم شوف الدنيا صفار. والله صرت أتشاهد، قلت راحت علينا. لا عم يمزح معكم أكيد، بس عن جد الموضوع مزعج. هون هيك بعد ما صرنا بآخر حمام فوقفنا شوي على الاستراحة، أنا جبت قهوة وزوجي جاب عصير لإله، وجبنا للولاد بسكوت. يعني الولاد جبنا لهم بسكوت بس كانوا نايمين طول الطريق يا جماعة. مدري شو بصير لنا الولاد لما بيطلعوا على موتور أو بسيارة بقضوها نوم، يعني طول ما إننا بطلع على الطريق نايمين لحتى وصلنا للبيت. لا وصلنا على البيت كمان تضلوا نايمين يعني خمخموا. وما خبرتكن إني جبت من عند أهلي شغلة كتير كتير كنت محتاجتها، يعني شغلة أساسية للبيت عندي منها بس منزوع، بس ما قدرت أصورلكن شو هي لأنه حطيناها بالتصليح، بدها شوية تصليح بعدين بنجيبها على البيت، وكتير كتير فرحانة فيها عن جد. فإن شاء الله الفيديو الجاي بشارككن شو هي الشغلة أو شو هو هذا الغرض، وإذا أنتوا حضرتوا اكتبوا لي بالتعليقات شو هي الشغلة اللي كانت ناقصتني وجبتها. وهون هيك هذا وصلنا على حمص، وما شاء الله يمكن كان نهار جمعة أو خميس، لا خميس بالليل. فبتعرفوا طالع نهار جمعة عطلة، فالناس معباية الدنيا، معباية الشوارع، الكافيتريات، المطاعم. يعني مرقنا من طريق شارع الخراب وحي الوعر، هذول كلهم مرقنا منهم. والناس ما شاء الله كلها طالعة سياحة، يعني بتدخل وبتطلع وما في حدا ببيته أبدا. فالله يهني ويسعد العباد يا رب. يعني هو عم بيكون عندهم هاليوم عطلة يفرحوا فيه وينبسطوا فيه. وصلنا حمص يا جماعة تقريبا شي الساعة 9، يعني طلعنا الساعة 7، لا 9:30 وصلنا حمص. وهون الولاد جاعوا يعني، فطلبنا انه يجيب لنا شيش، فعم يجيبوا كتير طيب، ولقيناه أسرع شي يعني أحسن ما نجيب شي. يعني مثلا عم نجيب الفروج المشوي عم بيكون مقرمد في بأغلب المحلات ما عم يعتنوا فيه، بس إنه يشووه ويزتوه. وحتى الشيش أحيانا يا جماعة يعني جبناه مرة كانوا خالطينه، بتعرفوا بشو فشة،
فطعمة الفشة كانت طاغية على طعمة الدجاج، يعني تخيلوا، أو اللحمة. ففي مثلا إذا أكلنا من محل وعجبنا شغله بنضل معتمدين عليه، يعني ما بنشكل ونغير، خلص بنوثق بأكل هذا المكان. لكن هون على الطريق ما لاقي لكم غير الذرة المشوية والناس اللي عم تشوي ذرة. فنقول إنه ليش مثلا ما عم يسلقوا بطلوا يسلقوا، معقول إنه الجو شوب. فأنا من النوع اللي بفضل الذرة مسلوقة أكتر، يعني ما بحبها مشوية أبدا. أما مسلوقة بتطلع غير شكل. صيف شتاء يعني بجميع الأوقات طيبة. وهيك بقدر اللي أنا ماشيين حتى وصلنا بابا عمر. فمن بابا عمر نحن جبنا العشاء. فهون كنت عم صور لكم الدوارات، كل ما يمرق علي دوار صور لكم إياه. فهذا الدوار كتير كمان بحبه، يعني بحب تصميمه، بحب الإضاءة فيه والإنارة فيه، يعني مرتب هيك، مرتب كتير حلو. بس ما خبرتكم إنه إحنا ماشيين بالسيارة فجأة السيارة وقفت بنص الطريق، والطريق استراد يعني السيارات رايحة جاي. فهون عن جد يعني أكلت رعبة. بس أيمت هاي كنا بإدلب، يعني عند الظهر نحن رايحين على بيت جدي، وقفت بنص الطريق. فنزل زوجي فورا، شاف شو عذرة شو عطلة، وصلح العطل. صح وقفنا هيك 3 ساعة بالشمس، يمكن هاي التوقيفة يا جماعة اللي خلتني أتعب، بس الحمد لله مرقت على خير. وهيك وصلنا البيت، يعني الأولاد عن جد دوبنا فاتحين عيونهم، نايمين طول الطريق ورجعوا نعسانين على البيت. فتعشينا وعشيتهم ودغري راحوا على النوم. تعرفوا يا جماعة بشيل هم الأولاد لما بيكونوا مثلا عم بجدهم ويرجعوا على البيت، مثلا بيكونوا عم بجدهم مقضيين طول الوقت لعب وبرا البيت وبالشارع. فبزعل عليهم لما بيرجعوا، بحس بدهم يكتبوا أو يزعلوا أو يدخ خلقهم. فهلا الشهر الجاي بتفتح المدارس، وهلا بقى بدنا ننتهي بالمدارس والتدريس وقرطاسية المدارس هاي لحالها هم. فكيف همتكن يا أمهات؟ طمنوني. وهيك رجعت على البيت ورجعت للروتين المعتاد. يعني عن جد لما رجعت على البيت شفته، كانت اختي عندي اسبوع، ضاق خلقي. دقيت لها قلت لها اشتقت لك، كنت اتسلى اتونس معك. يعني فت على الغرفة اللي كنا دائما نقعد فيها، عن جد طلعت فورا. فهيك صرت اتخيل اتذكر لما كنا نقعد سوا نشرب متى سوا نقضي النهار. كتير انبسطت بزيارتي يا جماعة، ما بتتخيلوا قديش. غيرت جو معه، اتسليت معه. قعدات الاخوات عن جد ما بينمل منها. وهيك ما عملت روتين كامل يعني تاني نهار، بس كان عندي جري بالمطبخ، يعني نمنا دغري ما مخبركن. فأجلت الجري للصبح، فقط ضبيت المطبخ جريت الجريات. وجبت معي من إدلب، شفت وصورت لكم يعني بالفيديو السابق، أول ما رحت على إدلب جبت لزقات الورد. فكنت كتير متحمسة إني ألزقهم وأشوف النتيجة كيف راح تطلع بالنهاية. اللي بحبه بهذه اللزقات يا جماعة إنه كنت ألزق منهم بلبنان. اغسل الحيط وكب مي وكل شي وما يقبعوا، يعني يضلوا ملزقين. يعني لا بتأثر ولا بمي ولا شيء. ما بعرف إذا هدول نفس الجودة والنوعية، بس إن شاء الله يطلعوا نفس الجودة. يعني عن جد ضليت ملزقتهم على الحيط أكثر من سنتين وضلوا معلقين. فاخترت لهم هذا الركن. شلت الركن القديم، يعني قلت لكم أنا ما راح ضل يعني عليه دائما، بدي غيره. فبريز الكهرباء منظره أبدا مو عاجبني بالمرة. فاخترت إني أطبع الطبعة عليه لحتى ما يبين، حتى أخفيه. فهون هيك بيجي على وجه اللزقة شي شفاف. لازم نقبعه ونشيله لحتى تطلع الرسمة معنا. من بعدها بنقبع الرسمة شوي شوي لحتى ما تخترب. يعني أنا ما بعرف، من بين الرسمات اللي شفتهم حسيت هدول أحلى تنتين وأرتب تنتين. وخصوصي الصفرة كتير حبيتها، من أول ما شفتها قلت خلاص بدي أشتري هاي. وهاي الزهر كمان كتير حلوة ومرتبة. فبالرغم من إنه تغيير شوي بسيط، يعني يمكن ما يتلاحظ، بس كتير انبسطت. أنا من الناس خبرتكم إذا بغير كاسة من مكانها بترتاح نفسيتي. نحن النسوان بشكل عام بنحب التغيير، ما بنحب الروتين. يعني إذا بنقوم منعزل البيت بنحس حالنا إنه غيرنا البيت كله وبنرتاح. فمع كلكم بالرغم إنه بسيطة، بس كتير حبيت. يعني كل شوي فوت على المطبخ شوف كيف طلع المنظر المجلى وارجع أطلع. بالمناسبة عشاق الشتوية، شو وضعكم مع هيك جو؟ يعني ما شاء الله بإدلب الضيعة عنا طافت بالأمطار امبارح. بس نحنا بحمص عم بيكون الجو غيم، ونحنا لأنه طابق عالي عم بيكون هوا وغبرة. فالجو كتير مقت وكئيب. فعشاق الشتاء طمنوني مرتاحين إن شاء الله. ارتحتوا يا بعدي؟ فأنا من عشاق الصيف يا جماعة، قد ما كان شو بحب الصيف، بحب أجواء الصيف. يعني جو الصيف قليل لنكتئب فيه، بس جو الشتاء دائما مكتئبين، بتشوفوا الجو دائما مغمغم ومطر. فأنا ما بحب الشتاء يا جماعة، الشتاء له أهله وناسه، أنا ماني من عشاق الشتاء. وهلق هيك بلشت أخذ مكانهم وألزقهم وكبسهم كتير منيح لحتى يثبتوا على الحيط. بس كتير انبسطت بالنتيجة، يعني عن جد طلعت كتير حلوة. فناقصني لسه شوية شغلات لحتى يعطي المنظر جمالية أكتر. إن شاء الله بس جيبهم
بصور لكم، يعني ببلش تغيير هيك أول بأول، ببلش بالشغلات الصغيرة ومن بعد الشغلات الكبيرة إلها وقتها إن شاء الله. وهيك أعطوني رأيكم بالنتيجة. لا يا جماعة ما بلشت صوركم الروتين، يعني شفتوا راجعة وعم خبركم إني تعبانة، بس إن شاء الله بنرجع للروتين، بنرجع لقرطاسية المدرسة اللي رح شاركها معكم أكيد والأسعار. فحطوا لي لايك على هذا الفيديو إذا وصلتوا لهي النقطة، لأن عن جد يا جماعة دعمكم كتير بيعني لي وكتير مهم، يعني مو بس بيعني لي، هو بيساعدني، يعني سواء لايك سواء تعليق. تسألوني إنه بفيد التعليق؟ إيه يا جماعة بفيد، يعني بيخلي اليوتيوب يشوف إنه هذا الفيديو مرغوب، بصير بيقترحه لناس أكتر. طبعا انتوا ما عم تقصروا، يعني عن جد في ناس بتكتب لي شي 10 15 تعليق حتى تساعدني، انتوا محبتكم بالقلب. وفي ناس مفكرتني انه بنساها مثلا، بس انا حافظتكم بالاسم يا جماعة عن جد. يعني لما بيختفي منكم متابع انا بعرف انه هذا المتابع ما علق بهذا الفيديو، ما حضر هذا الفيديو. فلهالدرجة دعمكم عن جد بيعني لي، وكلماتكم اللطيفة عن جد. في تعاليق بتمنى اني صورها وبروزها على كتر ما اصحابها بيكونوا لطيفين وبيعرفوا يعبروا. فشكرا كتير يا حبايب. وهلا بدي اختم معكم الفيديو، بتمنى هالفيديو يكون نال اعجابكم. اذا حبيتوا واستمتعتوا فضلا وليس امرا اللايك والتعليق الحلو الظريف مثلكم. وانطروني بفيديو جديد باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.